السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مادة الإنجليزي للصف السادس الابتدائي، الدرس اليونت الأول، الدرس السادس lesson 6. My magazine two families عن عائلتين. two families يعني عائلتين. هاي المجلة تتكلم عن عائلتين، عائلة صينية وعائلة عراقية. Read and write sentence under the photo. أقرأ وأكتب جمل أسفل الصور. Hello, my name is Han and I am Chinese. شنو جنسيته؟ Chinese. I live with my mom and dad on our farm. يعيش ويا من؟ ويا mom and dad، ويا أمه وأبوه. On our farm، في مزرعتهم. Both are farmers، كلاهما فلاحين. And my grandparents، أجدادي were farmers، أيضا فلاحين. two معناها أيضا. I have an older cousin. He lives with us، يعيش معنا and works on the farm، ويشتغل في المزرعة. He is very funny، جدا مضحك. We grew، نزرع. we grew معناها نزرع. rice، الرز. and lots of vegetables، الكثير من الخضار. like the cucumbers، الخيار. my cousin is holding in the photo، يحمله في الصورة. rice grows in paddy fields، حقول رطبة. paddy رطب، fields حقول رطبة. Can you see buffalo اللي هي الأبقار أو الجاموس. In the field، ترى الأبقار في الحقول. Here the farmer is getting the field ready to plant the rice، الفلاحين يحضرون الحقل لزراعة الرز. نجي للعائلة الثانية اللي هي العائلة العراقية. Hello، I am فرح. البنية شنو اسمها فرح. I live with my family in بغداد، أعيش ويا عائلتي في بغداد. My father is a pilot، والدها شنو يشتغل؟ طيار. And he flies planes for Iraqi Airlines، يقود الطائرات للخطوط الجوية العراقية. Iraqi Airlines، خطوط جوية العراقية. My mother is a housewife، شنو تشتغل أمها؟ housewife now، حاليا. But she was a nurse، كانت ممرضة. ركزولي، كانت ممرضة بس حاليا housewife. This is my family having lunch، يتناولون الغداء. You can see my mom and my dad، my two younger sisters، خوات الصغار. and my big sister، أختي الكبيرة. My aunt is sitting opposite my mom، بالجهة المقابلة لوالدتي. هاي الصورة. زين. Here is a picture in the cockpit of my dad plane، هاي الصورة في مقدمة الطائرة لوالدي. He and the co-pilot، مساعد الطيار، are getting ready to leave Dubai، مستعدين لمغادرة دبي. This picture is at the airport المطار in London. You can see my grandmother اللي هي جدتي. my mother and my aunt، عمتي with their bags، حقائبهم ready to check in، للمغادرة. check my understanding. بالدرس السابق أخذنا قطعة هان وقطعة فرح، وعرفنا عن عائلاتهم. فهسه عندنا مجموعة من الأسئلة عن هان وفرح. read two families again and take true yes or no. Number 1. Han is from China. Han من الصين. شنو يكون جوابنا؟ yes or no. هان صيني لو مو صيني؟
Yes. Number 2. His family are farmers. عائلته فلاحين. Yes. Number 3. The farm grows buffaloes. The farm المزرعة grows تزرع البافلوز الجاموس أو الأبقار. No. Number 4. فرح is Hans' cousin. فرح ابنة عم هان. فرح عراقية، هانز صيني، فأكيد ما بيناتهم ربط، ننطيهم no. Number 5. فرح mother is a nurse. والدة فرح ممرضة. بالسابق كانت ممرضة بس هي حاليا housewife، ننطيها no. Number 6. There are 4 children in فرح family. 4 أطفال في عائلة فرح. Yes. فرح وخواتها الصغار وأخت وحدة كبيرة. Yes. Number 7. فرح father lives in Dubai. No. هو يعيش ببغداد. Number 8. A pilot sat in the cockpit of the plane. A pilot sat مكان الطيار in the cockpit of a plane في مقدمة الطائرة. Yes. مكان الطيار في مقدمة الطائرة. زين، هذا التمرين use the pronouns الضمائر in the box to complete the sentence لإكمال الجمل. she, it, he, they, we, it, he. جمل كل سهلة وحلوة، مطلوب من عندكم تحفظوها وتركزون بيها لأن تجي نصا بالامتحانات. زين، هسه شنو عندنا؟ الجملة الأولى number 1. my father والدي يعني مذكر is an engineer مهندس. فراغ works in an oil refinery. my father مذكر، شنو ننطي للضمير المذكر بالإنجليزي؟ ننطيه he. he معناها هو. والدي هو يعمل في مصفى النفط أو في معمل النفط. زين. Number 2. I am good at maths. أنا جيدة في الرياضيات. And I want to be an engineer مهندس. فراغ is difficult job عمل صعب. العمل الصعب عاقل لو مو عاقل؟ غير عاقل. شخص غير عاقل أو شيء غير عاقل. الأشياء الغير عاقلة شنو نرمز لها؟ بما ننطيها يا ضمير الإت. الإت للأشياء الغير عاقلة. Number 3. she has 2 younger brothers. 2 younger brothers إخوان أصغر من عدها. فراغ twins توأم. بالعربي شو نقول؟ عدها 2 إخوان صغار هم توأم، فالهم نعوض عنهم بضمير they بالإنجليزي they are twins هم توأم. زين. Number 4. I live in بصرة. فراغ is in the south of Iraq جنوب العراق. زين، البصرة عاقل لو مو عاقل؟ البصرة غير عاقل. شنو نرمز الضمير الغير العاقل؟ it. Number 5. my mother. دائما ننتبه إلى بداية الجملة، نعرف عن شنو نعوض، عن شنو يا ضمير، عن كلمة مثل المؤنث ننطي ضمير المؤنث، المذكر ننطي ضمير المذكر. زين، عندنا my mother أمي is a housewife أمي ربة بيت. works at home تعمل في المنزل، فأكيد عندنا my mother مؤنث نعوض عنه بضمير المؤنث she معناها هي. Number 6. my sister and I يعني أني وأختي يعني نحن. want to be doctors فراغ want to work in a hospital يعني أنا وأختي نريد أن نصبح. نريد want to نريد. نحن نريد we want to نحن نريد أن نعمل في مستشفى. Number 7. my brother wants to work in a restaurant في مطعم. likes cooking يحب الطبخ. my brother أخي مذكر.
المذكر شو نعوض عنه بها ضمير؟ ضمير الهي معناها هو. هاي مجموعة من الصور، نريد نتعرف على الصورة المطلوبة والكلمات اللي منطيها إلنا. عندنا نمبر 1 الصورة الأولى، شنو عندنا الصورة؟ عندنا صورة دكتور. زين، نريد نعرف يا هي الاختيار الصح من هذين الاختيارات المنطيها إلنا. دكتور، فايرمان، ويتر. شو معنى دكتور؟ طبيب. فايرمان رجل الإطفاء. ويتر نادل. نمبر 2 تراك درايفر، تاكسي درايفر، ترين درايفر. التراك درايفر اللي هو مثل الكاروبة أو الأشياء اللي نستخدمها بالحقول. تاكسي درايفر التاكسي العادي. الترين درايفر سائق القطار. شنو نختار من عندهن؟ هاي الاختيار الصح. زين، نمبر 3 كلينر، بيكر، بينتر. كلينر عامل التنظيف، بيكر الخباز، بينتر اللي هو الرسام. شنو نختار؟ أكيد هذا الاختيار الصحيح، بيكر خباز. نمبر 4 عندنا صورة القصاب. عندنا بوتشر، فارمر، نيرس. بوتشر قصاب، فارمر فلاح، نيرس ممرضة. أكيد الاختيار الصحيح هو الاختيار الأول، بوتشر قصاب. نمبر 5 عندنا شوب أسيستنت اللي هو الكاشير. خلينا نشوف الكلمات. هاوس وايف ربة منزل، شوب أسيستنت الكاشير، تيتشر معلم. أكيد هذا الاختيار الصح، شوب أسيستنت. نمبر 6 هاي صيدلية وهاي دكتورة. عندنا فارمست، انجينير، بولدر. فارمست صيدلانية، انجينير مهندس، بولدر عامل بناء. أكيد نختار الخيار الأول. نقطة 7 عندنا فوتبول بلاير لاعب كرة القدم، بوليسمان رجل الشرطة، بايلوت الطيار. أكيد نختار هذا بوليسمان. نمبر 8 عندنا بنكر، كوك، زو كيبر. بنكر اللي هو المحاسب في البنك، كوك طباخ، زو كيبر اللي هو حارس حديقة الحيوان. أكيد نختار بنكر المحاسب. صورة رقم 9 عندنا أوفيسر، كروزر، فيشرمان. أوفيسر اللي هو المدير في مكتب، كروزر اللي هو البقال، فيشرمان اللي هو الصياد. أكيد نختار الصياد.